السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا تلميحات بسيطة عن تطبيق سناب شات. بحاول أشرح الواجهة الرئيسية للتطبيق وبعض التلميحات اللي إن شاء الله راح تفيد المستخدمين إذا كانوا غافلين عنها أو ما للحين ما عرفوها. أول شيء هذه الصفحة الرئيسية لتطبيق السناب شات. الدائرة اللي تحت هذا زر التصوير، إذا ضغطت عليها ضغطة واحدة راح تاخذ صورة عادية. الصورة هذه تقدر تضغط ضغطة واحدة بعد بنص الصورة عشان تقدر تكتب. اوكي، يعني اكتب ماك عربي. اوكي، واذا ضغطت فوق على اليمين حرف التي راح تقدر تغير الخط، واذا ضغطت باصبعين تقدر تزوم او تبعد، يعني تكبر وتصغر الخط، وهم تقدر تلفه يمين يسار، تطلق العنان لمخيلتك. وإذا ضغطت عليه فتحت الكتابة النصية راح تقدر تغير اللون من خلال التمرين بأصبعك على قائمة لوحة الألوان اللي على اليمين. حلو، ونشوف على تحت على اليسار في رقم، هذا مدة السناب الشخصي، يعني مدة السناب عفوا الصورة كم ثانية تظهر للشخص المتلقي. حلو، نختار 3 ثواني. واللي على يمين هذا إذا تبي تحفظ الصورة على جهازك، واللي على يمينها الزائد اللي هو تضيفها لحكاياتي. طبعا حكاياتي أول شيء بشرح السنابات، في نوعين من السناب، في سناب خاص وفي سناب تحطه بحكايتي أو ماي ستوري. ماي ستوري أي شخص يضيفك إذا أنت سامح له من الإعدادات راح يقدر يشوف سنابك ويعيده مرة مرتين ثلاث لمدة 24 ساعة راح يقدر يشوفه. حلو، ما احنا ضايفينها. والسهم اللي على يمين هذا اذا بترسله لاشخاص محددين بشكل خاص برايفت، يعني نضغط عليه هم نقدر نختار اشخاص محددين، ونقدر هم بعد نرسل البرايفت ونرسل الماي ستوري. جميل. التصوير نفسه تقدر تصور فيه فيديو، اذا ضغطت وعلقته راح يسمح لك تصور لمدة 10 ثواني كاملة، وبنفس الوقت الحين صور 10 ثواني، وبنفس الوقت تقدر تضيف تأثيرات على الصورة. إذا سحبت من اليمين لليسار لازم تفعلها من الإعدادات أولا. وبنفس الوقت بعطيكم تلميحة بسيطة، هذه إذا بتصور أكثر من 10 ثواني في السناب شات تضغط على زر التصوير ودبل كليك، راح نشوف أن الرسل يكمل وياك الوقت المدة أنت لين ما ترجع. ما أنصح يعني تطولون عاد فيها، ولكن يعني معلومة لازم نقولها. اوكي، الحين زر الشبح اللي فوق اليمين اذا ضغطت عليه راح تطلع لك صورة الشبح وخلفية صفراء وفيها نفس ما تقولون نقط كذي. هذه النقط مو عبث، كل شخص راح يطلع عنده نقاط ثانية مختلفة عن الشخص الثاني. في الحقيقة هذا باركود لإضافة الأشخاص بشكل سريع عن طريق تطبيق السناب شات نفسه. وتحت تشوفون هذا النيك نيم انا حاطه اي عبد العزيز، ولكن الاسم الفعلي هو MAC3RBI اللي هو ماك عربي، هو النيك نيم بالسناب شات، اما الثاني انا مختاره. وعلى يمين الرقم هذا عدد السنابات المرسلة والمستقبلة، يعني بشكل برايفت خاص. هذا فوق يعني 3000 رسالة خاصة وصلتني. الوجه الضاحك ادد مي او اضافوني، هذا الاشخاص اللي اضافوك. وتحته اد فريندز اللي اضافة اصدقاء جدد، وماي فريندز اللي اصدقائي الحاليين الموجودين. راح نرجع بعد شوي على سالفة الإضافة، راح أوريكم شلون تضيفون بشكل سريع في السناب شات. ومعلومة بسيطة، زر إعدادات السناب شات راح تحصلونه فوق على اليمين، نضغط عليه راح نتخطى أول شيء اللي فوق لأنه ما راح نحتاجه. Additional Services ندخل عليها Manage. أنصح بتفعيل الفلاتر كلها جميعها، وعندك خيار راح يصير عندك خيار إعادة السناب. ونرجع على ماي ستوري. هو كان send me snaps، من يستطيع ارسال لي سنابات، انا مختار اي شخص يقدر يرسل لي سناب خاص. من يستطيع مشاهدة حكايتي، انا حاطه كستم اشخاص محددين فقط. ولو تنزل تحت راح تشوف clear conversation، هذه يعني مسح المحادثات، وبلوكد اللي هو محظورين،
ولوج اوت لتسجيل الخروج اذا عندك اكثر من حساب في سناب شات. اوكي، الحين السناب شات في اكثر من صفحة. هذه الواجهة الرئيسية، اذا سحبت لليسار راح تشوف لنا هذه القائمة اللي فيها مراسلات خاصة، واذا سحبت لليمين هذه حكايتي، وفيها الاشخاص اللي ضايفين حكاياتهم الخاصة نفس الحين معاذ، وتحتها هذه ايفنتات تغطيها شركة سناب شات حول العالم. حاليا ممكن تجرب تفتح تطبيق السناب شات وياي وتصور الباركود اللي باللون الأصفر، وراح تتم إضافتي بشكل مباشر وبسرعة. تقدرون تجربون هذا الشيء مع حسابات أصدقائكم بالمستقبل عشان تضيفونهم بشكل سريع. وكانت هذه نهاية الشرح، واسمحوا لي على الطوالة، ونلقاكم في فيديوهات أخرى. كان معاكم أخوكم عبد العزيز الجسار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.